السلام عليكم، كيف الحال؟ بتلاحظوا يا جماعة ان احنا لما نبقى مش واكلين كويس او مثلا صايمين او حاجة، ان تركيزنا بيبقى اعلى مقارنة مثلا بالوقت اللي احنا بناكل فيه، او بناكل بقى اوفر دوز وبناكل زيادة عن اللزوم وبناكل حاجات مسبكة وحاجات مقلية وحاجات بزيت وغيرها كتير. الناس بتستخدم مصطلح الاكل متقلني. هو فعلا الاكل بيتقل الانسان وبيخليه كسلان، يخليني مش قادر ان هو يفكر كويس ولا قادر انه يتحرك حتى. الا الاكل المعتدل اللي بيكفي حاجة الانسان بس هو ده الصح. ولكن مش قصدي ان الاكل بصفة عامة بيخلي الانسان كسلان، ولكن الاكل زيادة عن اللزوم والاكل اكتر من الحاجة. انتوا عارفين مثلا ان جسمنا 6 لتر من الدم، فال6 لتر دول بيختاروا هما هيروحوا فين طبقا لكل عضو هو بيستخدم قد ايه من وظيفته، او شغال قد ايه، او اكتف قد ايه. فاحنا مثلا لما بناكل كتير جهازنا الهضمي بيشتغل كتير علشان ينقل الاكسجين للخلايا، علشان تبقى شغاله كويس وتعرف ان هي تهضم الاكل او ان هي تمتص الاكل. وكذلك بيرجع تاني علشان ياخد بقى ايه الحاجات اللي احنا اكلناها دي والعناصر الغذائيه، ويرجعها تاني بقى للقلب علشان يضخها لباقي الخلايا وتتغذى كويس وهكذا. فاحنا لما بنختار ان احنا ناكل زياده عن اللزوم او ناكل كتير، ده بيخلي الدم يتسحب من باقي الاعضاء ويروح للجهاز الهضمي اكتر. مش يروح للجهاز الهضمي بس، لا، هو يروح له اكتر علشان يكفي له احتياجاته من نشاطه اللي هو بيستخدم دلوقتي. فريلاتيفلي او نسبيا الدم لباقي الاعضاء بيقل، ومنهم المخ. فالمخ ما يبقاش قادر ان هو يشتغل بكفاءة كويس وما يوصلوش اكسجين كفاية. فعشان كده احنا بنحس بتقل عموما لما بناكل كتير او لما بناكل حاجات تقيلة يعني. فالايام اللي الواحد عامة ما بياكلش فيها كويس او بياكل فيها قليل، حاجة بسيطة تكفي احتياجه بس اليومي، بيحس ان هو نشيط وقادر يفكر كويس وقادر ان هو يتحرك وقادر ان هو يذاكر كويس وبكفاءة. ولكن الايام اللي بيتقل فيها في الاكل او بيفضل ياكل طول النهار ويملى بطنه كانها حاجه المفروض تتملى 24 ساعه، بيبقى كسلان ومش نشيط ومخه مش قادر يفكر كويس ومش قادر يركز بكفاءه. بس يعني هو ده السبب. فحاولوا ما تقلوش في الاكل كتير، وزي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. هو ده الطبيعي والصح والمتوازن. فبس والله يا اصدقاء، فيديو نضال اللي شاركت منه جزء من الفيديو ده فيديو رائع، يعني انصح اي بنت مسلمة ان هي تسمعه، حتى لو شاب مسلم. يعني انصح الناس كلها ان هي تسمع الفيديو ده. حقيقي فيديو رائع، ومحتاجين ان احنا نغير تفكيرنا في النقطة دي عموما، لان دي مشكلة مجتمع بأسره، مشكلة بنت وولد وراجل وكده. فاسمعوه يا جماعة، مفيد. بندرس حاليا مادة اسمها الكوميونيتي او طب المجتمع. يعني صراحة مادة محبتهاش نهائيا. هي تقريبا اكتر مادة مش قادرة ان انا اطلع منها حاجة كلينيكال استفيد بيها وافيد غيري بيها. هي بس مجرد حفظ كده زي الدراسات، فالموضوع صعب. اتمنى يعني ان شاء الله تعدي على خير. في ستيكر محطوط على الايباد بتاعي اللي كان قاعد قدامي، ومكتوب فيها ان فيما معناه ان كل ما انت تبقى وضعك صعب دلوقتي كل ما نهايتك هتبقى احسن. بعدين قعدت افكر شويه في الموضوع ده، حسيت ان الجمله عامه مش واقعيه خالص. حسيت ان هي نوع من الجمل اللي هي بترومانتيسايز الالم او المعاناه. زي مثلا ان كل ما واحدة ست تتحمل اكتر بتindicate ان هي مثلا زوجة احسن او ام احسن او مثلا اهالينا في فلسطين، هل هم كل ما هيعانوا اكتر معناها ان نهايتهم هتبقى احسن او العاقبة هتبقى كويسة؟ هل مثلا لو الانسان مرض وكان المرض بتاعه شديد جدا وكان صعب عليه، هل معناها ان نهايته هتبقى كويسة؟ وغيرها كتير قوي. يعني اتفكر في الموضوع بشكل كبير، حسيت انه لا، يعني دي من الحاجات اللي بنسكن بيها ألمنا بس، او بنسكن بيها الوجع اللي احنا عايشينه دلوقتي. مش عارفة هل انتم متفقين مع الموضوع ده ولا حاسين ان في رأي تاني ممكن يبقى احسن. ولكن انا مش شايفة مش معنى ان الانسان بيعاني اكتر ان هو يستحق حاجة اكتر.
لا، ما يمكن هو بيعاني وحاطط مجهوده في حاجة في الطريق الغلط او في طريق اكثر صعوبة، مع ان غيره ممكن يبقى اكثر ذكاء ويحط المجهود ده في مكان تاني او في طريق تاني ويوصل. هو معاناش، ولكن ده مش هيديله او مش هيدي للشخص اللي عانى اكتر افضلية اكتر. لا بالعكس، انا مش شايفة كده تماما يعني. فشاركوني ارائكم في تعليق او في ايميل. بحب الحاجات دي جدا، ان انا اطلع على افكار جديدة، يمكن اغير منظوري برضو في حاجة انا شايفاها بطريقة تانية. كنت عايزة اتكلم في نقطة تانية، ان احنا بقينا سايبورغ. وسايبورغ ده اللي ما يعرفش، هي شخصية كرتونية بتبقى نصها انسان ونصها آلة او جزء منها آلة. تقريبا انا سمعت من فترة، من كام سنة كده، كان في لقاء مع ايلون ماسك وكانوا بيسألوه هل الانسان هيعتمد على الشرايح الإلكترونية اللي بتتغرس في عقل الإنسان أو بتبقى تحت الجلد أو كده، وهل إحنا هنعتمد على الآلات إن هي تبقى جزء من جسم الإنسان عموما. مش فاكرة بجد السؤال بحذافيره، ولكن ده فيما معناه يعني. وقال لهم إن إحنا we already are إحنا فعلا already نصنا آلة. والدليل انت دلوقتي نصك آلة. هتسألني ازاي؟ هقولك انت ماسك دلوقتي تليفون في ايدك او ماسك تابلت او قدامك لابتوب ماسكه برضو، غالبا في ودانك هيدفون او ايربودز او سماعة عادية. طول ما انت ماشي ففي ايدك التليفون او في جيبك التليفون او في شنطتك اللابتوب او الايباد او whatever. فاحنا اوريدي سايبورغ، احنا اوريدي بقينا دلوقتي بشر باجزاء آلات، امتداد آلة. ففكرتوا في الموضوع قبل كده او حسيتوا انه احنا فعلا مستعبدين بالآلات اللي في ايدينا؟ لو التليفون قرب يفصل بتجري تدور على شاحن على طول. احنا فعلا مستعبدين بالأجهزة الكتير اللي حوالينا، وده ما بقاش مخلي عقلنا يستخدم نفسه اكتر. فبيسهل علينا الاعتماد على الذكاء الاصطناعي او الاعتماد على التليفون اكتر ما بنعتمد على اجسامنا وعلى مخنا في التذكر. يعني مثلا ايام زمان كان حد عشان يروح مكان مثلا يسأل حد راح نفس المكان فيوصف له الطريق، فيفضل مركز وحافظ كل حاجة اللي قدامه قالها له، لان خلاص هو اوريدي البديل ان هو يتوه او يرجع تاني يسأل الشخص فيس تو فيس. احنا دلوقتي بدل من ان احنا نحفظ الطريق مثلا نفتح مابس على التليفون ونثبته في العربية بحيث ان احنا نشوف، لا وكمان نشغل الاوديو علشان بالظبط هي تقول لنا فاضل قد ايه وهندخل يمين ولا شمال. بقينا نستخدم الذكاء الاصطناعي بكثرة، انه نسأله على ابسط الحاجات، ان هو يحدد لنا يومنا هيمشي ازاي، ان هو يحدد لنا ايه الحاجات اللي المفروض نعملها في حياتنا وغيرها كتير. فاحنا مستعبدين كمان بالسوشيال ميديا اللي بتخلينا نسكرول عدد لا نهائي من الشورتس، مخليه امخاخنا تفقد التركيز وتفقد السيطرة. الريلز اللي قاعد عليها طول الليل والنهار دي بتفقدك التركيز بالبطيء، ان ما كانش افقدتك اصلا التركيز. مخنا مخ بدائي، عمره ما بيعتمد على المعلومات القصيرة اللي بتتاخد في 30 ثانية عشان يبني عليها معرفة عموما او انه يقدر يتعلمها. مخنا بيحب الحاجات انه يعملها بالراحة وببطء، ولو هيدرس حاجة فهو يدرسها بتأني، على عكس الريلز بقى حاليا اللي بتحفز امخاخنا ان هي تدخلها كمية معلومات مهولة في وقت قليل. فانت على ما تعمل ريكولينج لكل حاجة استحالة هتعمل ريكولينج لكل حاجة انت اتفرجت عليها، فتركيزك بيضعف، متقدرش بعد كده انك تركز في اي حاجة او في اي فيديو حتى لو تلت ساعة. فتحرروا من استعباد الآلة، اتحرروا من استعباد التليفون، حطوا عوائق قدامكم علشان ما تستخدموش التليفون ده كتير، وعشان ما تستخدموش الآلات كتير. اعتمد على ايدك، اعتمد على الحاجة اللي تقدر تعمل فيها physical activity. بدل ما تفكر على التليفون فكر بورقة وقلم. بدل ما تعمل تاسكات على التليفون او بدل ما تقرأ على التليفون حاول تقرأ بحاجة في ايدك، كتاب. بدل ما تعتمد على المابس حاول في مرة تحفظ الطريق. بدل ما تقعد على الشورتس عدد لا نهائي من الوقت، لا حدد لنفسك وقت معين ان انت تعمل ده فيه. في ابليكيشن حلو بستخدمه، مش فاكره اسمه ايه بالظبط، ولكن هسيب لكم الصوره بتاعته هنا. it's not sponsored، يعني بس لو حابين تسبونسر مي ما عنديش اي مانع. المهم ان الابليكيشن ده بيحدد لك انت هتفتح كل ابليكيشن عندك على التليفون whatever ايا كان ايه هو،
كام مره في اليوم، وكل مره كام دقيقه. وتسال نفسك سؤال قبل ما تدخل الابلكيشن، ايه الهدف، او ايا كان الجمله اللي انت عايز تحطها لنفسك ان انت تسال نفسك قبلها. انا كاتبه مثلا ايه الغايه وجنبها علامه استفهام كده. ده بيخليني افكر كل مره بدخل الابلكيشن ده وانا داخلاه ليه، انا داخلاه انا بعمل ايه جواه. هل انا داخله مثلا انزل فيديو، هل انا داخلاه مثلا علشان اي حاجه تانية ليها هدف او غايه، ولا انا داخله بس عشان اسكرول. وحتى لو داخله عشان اسكرول، فانا داخله وعارفه ان انا هقضي على الابلكيشن ده وليكن 10 دقايق، هو بعدها هيقفل عليا، فخلاص. فبعد ال10 دقايق هو هيقفل عليا وانا مش هقدر ادخله تاني. وكمان حاجه حلوه ان هو بيديك ستريكس، اللي هو انت ده اليوم الكامل اللي انت تلتزم فيه بالحاجه دي، فبيحفزك ان انت لا ما تقطعش الستريك خالص. و as much as you can حاولوا تحذفوا الابليكيشنز اللي مش مهمه. لو انت فعلا مش منتج على الابليكيشن ده احذفه. لو انت مش منتج على انستجرام، مش منتج على تيك توك، منتج بمعنى انك بتنزل فيديوز عليه او بتفيد عليه ناس او شغلك عليه، فلو انت شغلك عليه طبعا انت هتبقى ملتزم بيه، ولكن حدد له وقته. ولكن انت لو مجرد مستهلك على الابليكيشنز دي، انت لازم تحذف الابليكيشنز دي. انت ما بتدفعش حاجه على الابليكيشنز دي، فالدفع او المقابل هو انت، هو عقلك، هو مخك، هو تركيزك. تراني اتحمست في الموضوع، ولكن الموضوع ده مهم قوي يا جماعه، لان احنا ده عدو لينا كلنا دلوقتي. عدونا هو الحاجه اللي بتضعف تركيزنا، وهي السوشيال ميديا. فانت لو مجرد مستهلك، ارجوك يعني بجد هتشكر نفسك جدا بعدين انك مسحت الابليكيشنز دول وحددت لهم وقت كل اسبوع 10 دقايق ولا حاجه تفتح تشوف ايه الدنيا هناك. فعلى راي امهاتنا بجد كله بسبب الهباب ده، كله بسبب التليفون. هتلاحظوا فعلا فرق كبير قوي لو انتوا عملتوا الموضوع ده. وكمان كنت بعمل حاجه ايام ثالثه ثانوي، بجد كانت حاجه جميله جدا، ولكن it's not applicable على حياتي دلوقتي، لكن انتوا لو applicable على حياتكم تقدروا تعملوها دلوقتي. ان انا كنت بحط التليفون في الدولاب، او بحطه في المطبخ، في درج من ادراج المطبخ، او في اوضه تانية، او في مكان تاني صعب جدا ان انا اوصل له واقعد في اوضتي اذاكر. فانا كل ما افتكر ان انا عايزه التليفون، افتكر مثلا ان هو في المطبخ، في مش عارف فين، في بعيد، في ركنه، في تحت السرير، مش عارف مين. فكان بيصعب عليا قوي موضوع ان انا اوصل للتليفون، الا لو حاجه بقى يعني عاجله جدا 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 ما تقدرش ان هي تستحمل ان انا اسيب التليفون يعني، او ان انا محتاجاه حالا دلوقتي. فجربوا الموضوع ده وشوفوه بجد ازاي هيفرق على حياتكم وعلى مخكم وعلى تركيزكم وعلى دراستكم وعلى انتاجيتكم وعلى اهدافكم، وعلى قد ايه الوقت الفاضي اللي هتلاقوه في حياتكم. وبس والله يا اصدقاء، هذا هو فيديو اليوم، اتمنى ان تكونوا بخير.